السلام عليكم، كيف كنتو؟ مزيان. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. اليوم جيت نشارك معكم كيفاش يحيدوا الكانفا من الثوب. بزاف ديال صحاباتي كيسولوني كيفاش كيحيدوا الكانفا من الثوب. المهم الكانفا كتكون قاصحه شي شويه. كنجيبو كنجيبو زلافه ديال الماء حدانا ولا شي حاجه د الماء باش كنفزقو غير الكانفا. كنجيبو الزلافه ولا كنجيبو القطنه باش كنفزقو غير الكانفا. ما نفزقوش الثوب، لحقاش الا فزقنا الثوب غادي نضطرو اننا نخليوه ينشف، ولكن انا بغيت نفزق. كنفزقوها مزيان باش حتى كترخى. ما نغرقوش بالماء، كنبقاو بحال كنمسحو حتى كتفزق مزيان. غير تبعوا معايا الفيديو، انا نطول معكم في الهضره، ولكن بغيتكم تشوفوا كيفاش الطريقه كنحيد الكانفا. هكايا نقول لكم باختصار، انا بغيتكم تشوفوا كيفاش كنحيدها. المهم ملي كتفزك كنرخفوا عليها واحد شي شويه باش كيشرب هذاك الخيط، كيشرب هذاك الخيط ديالها. وكنحيدوك الاطار اللي في الجناب، نحاولوا نحيدوه بشويه باش ما نضربوش الثوب. هذا بالنسبه اللي كيكونوا عاد مبتدئات، كتحيد ديك الاطار اللي كيكون داير في الكانفا. وراني وريتكم في واحد الفيديو كيفاش تلصقي الكانفا في الثوب. تلصقي الكانفا وتخدمي. الدرس الاول ديال بوانت كروا عطيتكم كيفاش لصقت الكانفا وكيفاش خدمت الدرس الاول. المهم كيفزق واحد شي شويه. المهم الا عجبكم الفيديو ديروا اللايك، ديري ابوني، وشاركوا هذا الفيديو شاركوا هذا الفيديو المشاركه. راه مازال عندي بزاف ديال الرشبات نوريكم الطريقه كيفاش كيتخدم بالنسبه للمبتدئات. المهم هو الترخه في الثوب ديال الكانفا، وكنبقاو نحيدو هذيك الكانفا اللي كامله كنحيدوها اللي ما فيهاش الخدمه باش كتساعدنا. نحاولوا نحيدو بالراس الابره اللي كنركبوا فيه الابره، اللي كنركبوا فيه الخيط، باش هو اللي باش تحاولوا تحيدوا الكانفا. حيدوها من الجناب كامله، تحيدوا من الجناب. المهم عاد تبعوا الفيديو حتى الاخر وانتم غادي تفهموا. لحقاش الا بقيتي كتبداي تحيدي من العرض حيدي العرض كامل، ما تحيديش من العرض ومن الطول. الا حيدتي من العرض ومن الطول غادي تقطعي الكانفا، غادي تقطعي الكانفا. بعض المرات كنخدموا في موسلين ولا شي حاجه، من الاحسن نديروا هاد الطريقه هذه، نديروا بالراس الابره، الراس الغليظ، وكنحيدوا غير العرض. كنبداو من العرض، وغير تبعوا معايا وتشوفوا كيفاش علاش كنحيد انا من العرض، كيفاش الطريقه يطلع هذاك الوسطاني كيطلع دغيا دغيا. صافي كنحيدوا الخيوط من العرض، كتكون فازقه. ما نفزقوش ونخليوها نمشيو سميتو، لا نكون عوالين اننا غنحيدو ديك الساعه الكامبا. فزقوها ونبداو نحيدو من العرض باش الخيوط غير كيتسلتو لكم. الا مشى تنشف كيولي كارم، كيولي الخيط قاصح، ما تيبغيش يحيد. كتكونوا مضطرين انكم غادي توليو تفزقوه.
المهم كنحيدو من العرض حيت هاد الخويطات كيكونوا قصار، كنحكموهم دغيا كنحيدوهم. انا كنحيدو قدامكم غير بشويه باش تفهموا. كنحاولوا نحيدو من الجهه الاخرى. المهم هانتم ملي حيدت كلشي بالعرض، عندي الخيوط طوال كيبقاو بوحديتهم كيتحيدوا مكيعذبوش، حيت الا حيدتي الطوال النوب الاولى غادي يعذبوك بطبيعه الحال. وسمحوا لي انا كنتكلم دائما بالصيغه بانني كنتكلم مع وحده، ولكن راني كنتكلم معكم كاملين، اي وحده تشوف الفيديو ديالي كنتكلم معاها. شتي فاش كتحيدو غير من العرض كيبقى الطول كيبقى بحال اللي غير محطوط. صافي كنكملوا. انا غير بغيت نوريكم هاد الجهه هادي، ولكن نكملوه حتى الاخر، دائما نكملوه حتى لافان كيطلع. حاولوا تسعفوا اللي بالعرض باش اللي في الطول بحال غير محطوط. المهم كملوا حتى الاخر. عجبكم الفيديو ديروا لايك، ديروا مشاركه. انا كنتكلم مع البنات اللي مبتدئات عاد دخلوا العالم ديال كانفا بوانت كروا تونسي، طرز الفاسي اللي عاد ولا الفاسي اللي في جلالب. المهم الى عجبكم الفيديو ديروا مشاركه، ديروا لايك. وهذه هي الطريقه السهله باش كتحيدوا الكانفا من الثوب، انكم ملي كتفزقوه كتبداو تحيدوا غير من جهه العرض الجهه القصيره، كتجيكم ساهله ديك الطول كيتحيد. الا حيدتو من الطول كيبدا يتقطع لكم، وتقدر تقطع لكم حتى الخدمه. شتي حيت بقاو هادوك الخيوط انا وريتكم الطريقه، حيت بقاو غير هاد شويه ديال الخيوط اللي في العرض ما بغاوش يتحيدوا بالخيوط، حتى نرجع لهاد الخيوط هادو نحيدهم باش عاد نحيد هاد الخيوط الاخرين اللي بقاو. انا غير وريتكم بانه
خصكم ضروري. وهانتوما كتشوفوا دابا الخدمه كتبقى هي ما شتي انا قربت لكم الكاميرا باش